قبل ما أدري كم سنة، 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ما أدري، أول ما طرحت فكرة أنه التقليد واجب لو مو واجب، أول ما طرحت الله شاهد أنا ممن ضحك طويلا. قلت هاي أكبر نكتة يمكن واحد يقولها، أن التقليد واجب أو غير واجب. وهل يمكن لإنسان أن يعتبر أن هذه الفكرة قابلة لهذا الأمر؟ أن واحد يشك فيها، أن واحد يتردد فيها. شلت هواي أستهزئ، ولكن بعد سنوات الآن مولانا جماعات يبني سيدنا التقليد مو واجب. منو قال التقليد غلط، التقليد باطل؟ شلون؟ جاءوا ببعض الروايات من هنا وهناك من الكافي الشريف، والروايات موجودة أنا وياكم، ولكن يقصد الإمام الصادق أبو حنيفة وربعاه، يقصد الإمام الصادق جماعة القياس والاستحسان، يقصد الإمام الصادق جماعة الرأي والاجتهاد في قبال النص، فيقول من أفتى من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، ويحذر من اتباع المفتين. المن يقصد ذاك الفريق، فريق المدرسة الأخرى. بس هذول يجوا ايش سووا؟ خلطوا هذه الأمور وقالوا شوفوا الشيخ المفيد يقول، الكليني يقول، الطوسي يقول، فلان يقول. بابا وين يقولون؟ في أي مجال يقولون في مجال، ولكن تشبه على الناس هذه الأفكار. فالآن مجاميع يصرفون أموال، وش راح تشوفون وشفتوا في الزيارات ال40 يعطيك ملزمة 20 صفحة ما أدري ايش قد، مجموعة روايات من الغث والسمين حتى يقنعك أنه التقليد باطل واترك التقليد. بعدين وين يوديك؟ يلا أنا تركت التقليد، وين أروح؟ شلون أنا أطيع رب العالمين؟ شلون أنا أحج بيت الله؟ شلون أصلي؟ شلون أصوم؟ وين أصوم؟ متى أصوم؟ شنو المفطرات؟ شنو المبطلات الصيام؟ وين أروح؟ يقول اتبع فلان. يعني جروك من مراجع دينك إلى جماعات هم جعلوهم بدائل حتى يجرون الناس عن من؟ عن المحور الصح.